وبعدين بقى في الزمالك والسيناريوهات المتكررة دي، خلاص احنا فيلم ألف مبروك ده احنا مش هنطلع منه، هنفضل قاعدين جواه. يعني هو كل يوم أحمد حلمي هيصحى من النوم وفي الآخر اليوم هيموت. يعني يا جماعة انتوا زهقتونا يا راجل. انتوا بقيتوا فرقة تزهق وتقرف. الواحد بقى يوم يتفرج على الزمالك يتضايق. انا قاعد بتفرج على الماتش ومتأكد ان الزمالك هيتعادل، لان السيناريو هو ما انا متفرج على الماتش اللي قبله واللي قبله واللي قبله. فريق كبير فريق صغير بتلعب مع اي فريق بتلعب بنفس العبط. عم يانيك فيريرا خلاص عرفنا ان هو عنده مصايب في الكوتشنج. الراجل ممكن يكون بيشتغل في التدريب كويس، ممكن بيكون بيعمل اول تشكيل بينزل بيه الملعب كويس، بيبقى عنده كام فكرة كده بينفذهم كويسين وشغالين. بس لما الماتش بيتغير في اي سيناريو حتى لو لصالحه ما بيعرفش يستغله. يعني الزمالك ربنا كرمه وجاب جون في اول الماتش، علاء عبد العال اللي بيلعب زون على اي فرقة وبيرخم على اي فرقة وعنده لو بلوك يقرف، لعب قدامك فاكك، غلط كمية غلطات واداك كمية مساحات مش بتوع علاء عبد العال، لا يمكن يعملهم اصلا. يعني هو كان غلطان في الماتش. يعني ماسك ده كان بيلعب مان على بيتزيرا، وبيتزيرا ياخد اللعيب اللي هو يحيى زكريا يفسحه في نص الملعب ويفضي المساحة في ظهره. احنا بقى بقية اللعيبة عمر جابر واقف لازق لي في محمد اسماعيل بيتكلموا في موضوع مهم. يا حبيبي روح خد المساحة اللي في ظهر بيتزيرا ده. لا انا واقف بكمل كلام. يا عم ناصر ماهر انت فين؟ لازق في شريف الناحية التانية. يا حبيبي في مساحة اهي. لا مش شايفها. انت علاء عبد العال اللي بيقفل على الدنيا كلها فتح لك مساحات انت ما استغلتهاش. ربنا كرمك بجون، جالك فرص ضيعت. نفس السيناريو الشوط التاني جات لك فرص تاني فضلت تضيع. هوب كورة طايشة ملهاش أي لازمة بنتايك وعمر جابر بيتعازموا على بعض، لو النبي خد أنت خليهم يجيبوا جول، لو النبي أنت اللي هتخليهم يجيبوا جول. حسام عبد المجيد لقاهم بيعملوا كده قال لك خلاص مش جاري ورا الواد مش مشكلة خليه يروح يجيب جول. ناس غلابة. راح جاب جون. بعد الجون إيه اللي حصل؟ نفس سيناريو يانيك فيريرا. بينسى التدريب، بينسى إن هو أصلا مدرب. أي تغيير في أي حاجة. يا سيدي سيف جعفر مين اللي أنت منزله؟ يعني أنا مش عارف سيف جعفر ده أنت مستني منه إيه؟ هو انا مش بتكلم عن سيف جعفر بس، يعني هو كل تغييراته غلط. بس انت سيف جعفر ده انت مستني منه ايه؟ شيكوانزا ده هيعمل لك ايه؟ شويه لعيبه فاضيه. فالنهارده المشكله ما بقتش يانيك فيريرا لوحده، خلاص يانيك فيريرا ده المشكله رقم واحد. طبعا الشوط التاني بعد ما دخل فيك الجون الفرقه فكت كالعاده. كالعاده تغييرات غلط كالعاده. نفس السيناريو. كور طويله، عرضيات في منطقه جزاء فاضيه، محدش بيكمل جوه منطقه الجزاء. وفي الاخر مفيش حد لعيب عندك اللي هو يعمل مثلا فرق. يعني المفروض ان ناصر مثلا، ناصر كوستا، كوستا ايه وبتاع ايه، ناصر كوستا المفروض انه يعمل لك الفرق. فين ناصر؟ ما يعملش حاجه. بيلعب اللي هو عايز يلعبه، يبص للي عايز يبصيله ويشوط وقت ما يحب. مفيش مدرب بره اصلا مسيطر ولا مكاتشن، مفيش. في اخر الماتش بتزرع عمل واحده منه هو مش من حد. يعني كرة جات له كده، عنده لعيب عنده مخ، لعيب عنده ذكاء غير الاغبياء اللي حواليه. خط واحدة جت في العارضة. هي جت في العارضة مش عشان بتزيرة، يعني بتزيرة المفروض كان يتكافئ عليها. انما انت كفريق بمدرب ما تستحقش انك تكسب. ضيعت ضيعت. وصلت لجون وصلت لجون. بس هي فكرة انك تضيع فرص في وقت اللي انت راكب فيه الماتش والمفروض انك انت تخلص على الماتش وما تخلصوش، والموضوع يتكرر معاك في كذا ماتش، وانت مستني ان انت المعادلة اللي انت حطيت فيها نفس المقادير يطلع لك فيها نتيجة مختلفة. يبقى انت انسان غبي. انت عملت نفس المعادلة ما انت هيطلع لك نفس النتيجة. جبت جون، الفرقه اللي قدامك فكت، ما استغلتش ده تجيب جون تاني عشان تقتل الماتش، دخل فيك جون التعادل. لو الجون التعادل اللي جه فيك يضحك، هجمه ليك واحده طايشه، بنتايج هو محمود وعمر جابر واقفين تقريبا بيهرجوا، لو النبي خليه يجيب جون، لا عشان خاطر يخليه يجيب جون دول ناس غلابه.
الواد قطعها منهم هما الاتنين. عمر جابر بيجري برجل واحدة باين. حسام عبد المجيد ساب الواد يروح يجيب جون. كمية تهريج مش طبيعية وعبط، كمية عبط في الملعب. لعيبة عبيطة مش لعيبة، يعني أنا مش شايف إن مثلا لعيب إيه عنده مشكلة تكتيكية أو بتاع، لا ده في عبط، في هرجلة. طيب هل المدرب هيمشي؟ مش عارفين. طب لو المدرب ما مشيش، الزمالك يفضل زي ما هو. انا شايف ناس بتقول ايه، ما جوزيه لما بدأ، لا جوزيه لما بدأ كان بيلاعب نضاي باك ليفت ومش عارف ايه، كان بيخرف في التشكيل بس ما كانش عنده لعيبه اصلا. يعني هو جوزيه ما كانش عنده لعيبه. جوزيه جوميز ما كانش عنده لعيبه. ابتدى بعد 5 6 ماتشات يقف على رجله ويفهم الفرقه ويبدأ يعمل لك شكل والدنيا مشيت معاه عشان هو مدرب كويس. وبعدين عنده كوتشنج، في مدرب واقف على الخط بره، انت حاسس ان في مدرب. يانيك فيريرا تحس انه بينزل لعيبه ويلا يا رجاله وعلى الله. طب يا عم ما انا الرمادي كان احسن منه، طارق مصطفى احسن منه، اي حد، خالد جلال احسن منه، اي حد، اي حد هيجي احسن منه. ليس في الامكان اسوأ من مكان. فانت بقى محتفظ بيه ليه؟ على اساس ان انت ايه المشروع اللي هو هيعمله لك؟ يعني انت شايف ان هو لما هيقعد في الفرقه هيعمل ايه؟ انا مش شايف له نتيجه، وجوده ملوش اي لازمه. اه مدرب ممكن يكون بيدرب كويس وانت بقى شايف عشان انت بتقعد في الاداره فانت شايف ان هو بيدرب كويس، تقعد في المدرجات شايف ان هو بيعمل افكار، بس لما بينزل الملعب بيعمل ايه؟ وانا فرحتي ان هو بيفهم الفرقه يعملوا ايه، واول 10 دقايق الفرقه تفك منه ما يعرفش يلمها. يبقى فين المدرب؟ مفيش مدرب. عنده مشكله في الكوتشنج، انت مش عارف تستوعب ده، دي مشكلتك. يبقى يانيك فيريرا لازم يمشي عشان بس ما تهبطش درجه تانية. احنا كده داخلين في مراحل الهبوط. ده المحله هتسبقك. المنظر اللي احنا فيه ده المحله ووادي دجله هيسبقونا. لازم الراجل ده يمشي، تجيب مدرب. مين هو؟ معرفش، يعني مصري اجنبي. والله انا شايف ان كلهم بقوا شبه بعض. يعني هات مدرب مصري يمكن تكسب. يعني كان عندك ايمن الرمادي مش وحش، مش هو المدرب، عنده مشاكل طبعا بس على الاقل بيفهم، على الاقل بيعرف يكاتشن من بره. فانت هتفضل قاعد حاطط ايدك على خدك وعمال بتتفرج على المدرب وهو بيضيعك، وعمال بتتفرج على لعيبه بتدلع ما بياخدوش فلوس. بقى بياخدوا فلوس ده مش موضوعي، انا راجل مش شغال في الخاس ده. هما ما بياخدوش فلوس، خلاص ما تلعبش، اقعد بره، انزل الملعب استرجل. عموما الزمالك الدوري ضاع منه. لسه بدري على الدوري، بس لو الإدارة فضلت تتفرج على عميانك فيريرا وهو بيعك العك ده وسايباه ومتخيل ان هو هيعمل حاجة جديدة، يبقى احنا كده داخلين في مرحلة سواد زي العشرية السوداء كده اللي عشناها.